لو قلت لك إن صناعة الرياضة العالمية هتكبر بحوالي 26 مليار دولار في سنة واحدة بس، هتتخيل الفلوس دي رايحة فين؟ تقارير السوق بتتوقع إن حجم صناعة الرياضة العالمية هترتفع من 495 مليار دولار في 2025 إلى 521 مليار دولار في 2026، وده مش الرقم المذهل الوحيد. الإنفاق الإعلاني المرتبط بالرياضة عالميا متوقع إن هو يتجاوز التريليون دولار. يعني لو كل الفلوس دي دخلت الرياضة، ليه أندية كتير لسه بتشتكي من نقص الموارد؟ الإجابة بكل بساطة لأن المشكلة مش في حجم السوق، المشكلة في القدرة على اقتناص جزء منه. الأندية الكبيرة فهمت إن كرة القدم مش 90 دقيقة بس، هي عبارة عن محتوى، حقوق بث، رعايات، بيانات جماهير، متاجر، وشراكات تجارية. عشان كده بعض الأندية بتحقق مئات الملايين بعيدا عن نتائج المباريات، وأندية تانية بتمتلك جماهير ضخمة جدا لكنها بتعتمد على مصدر أو مصدرين للدخل بس. فالفرصة الحقيقية للأندية العربية مش في البحث عن أموال جديدة، الفرصة في إزاي نعرف ناخد نصيبنا من الفلوس اللي موجودة بالفعل، لأن السوق بيكبر كل سنة. والسؤال مش هو هل توجد أموال في الرياضة، السؤال هو إزاي نعرف ناخد نصيبنا منها.